ازيكم يا شباب، في فيديو جديد في قناتنا نتفرج. النهارده معانا فيديو مليان بالنوستالجيا والحنين وايضا باسترجاع الذكريات اللذيذه بلاي ستيشن 2. طبعا رجعنا لكم فيديو من سلسله الكونسولز، والنهارده هنعرض لكم شويه نقط مميزه جدا عن بلاي ستيشن 2، وهناخدكم في جوله لذيذه وممتعه في عالم بلاي ستيشن 2. هنعرف فيه ما هو هذا الجهاز العظيم، وايضا ما هي الالعاب المميزه اللي نزلت على الجهاز دوت، ونسترجع مع بعض ذكرياتنا اللذيذه ونعرف قد ايه الجهاز دوت اثر بشكل جذري في عالم الالعاب. فقبل ما تبدا الفيديو حضر مشروبك اللذيذ ويلا بينا عشان نستمتع. ليتس جو. وندخل مع اول نقطه معانا في الفيديو، ايه هي قصه بلاي ستيشن 2 على وجه العموم. طبعا بعد النجاح الجبار اللي عملته شركه سوني في بلاي ستيشن 1، اصبح العالم كله مستني الجيل الجديد من شركه سوني. طبعا زي ما كلمتكم في فيديو قديم عن بلاي ستيشن 1 ان هو لما نزل عمل نجاحات بالنسبه لشركه سوني، وكمان بأثر بشكل جذري على عالم الالعاب. وطبعا الجمهور كان متوقع حاجه شبه كده، ولكن الجهاز دوت عمل شيء مختلف تماما. الجهاز دوت عمل تأثير لم يكن يتوقعه احد، لان الجهاز دوت لما نزل فعلا غير مفهوم الالعاب زي ما عمل بلاي ستيشن 1، ولكن بشكل اوسع. مفهوم الالعاب اتغير بشكل كامل بعد نزول الجهاز دوت. الجهاز صدر سنة 2000 وعمل مبيعات خرافية جدا بالنسبة لشركة سوني، وكان هو لحتى الآن أصبح الجهاز الأكثر مبيعا في تاريخ سوني. ولك أن تتخيل يا عزيزي إن الجهاز دوت باع أكتر من 150 نسخة حول العالم. لا مش بس ده كان أعلى جهاز في تاريخ شركة سوني من حيث المبيعات، لا ده كان الجهاز الوحيد على مستوى العالم في جميع الأجهزة اللي حقق الرقم دوت. وطبعا مش دي النقطة الوحيدة اللي ميز الجهاز بلاي ستيشن 2، لأن الجهاز دوت فعلا وصل لمرحلة إنه أفضل كونسول نزل في تاريخ الألعاب. وطبعا الشيء اللي ميز الجهاز دوت انه كان بيحتوي على مكتبة مرعبة جدا من الالعاب تخطت ال 4000 لعبة. فتخيل يا صديقي ان جهاز زي دوت في وقت زي دوت ان هو يقدر يجمع اكتر من 4000 لعبة على جهاز واحد، فده كان شيء خطير جدا بالنسبة للجهاز دوت. وكمان كان بيلعب ميزة مميزة جدا انه كان بيقدر يشغل افلام الدي في دي، ودي كانت فعلا نقلة نوعية في الوقت دوت، لان كانت الاقراص ديت كانت بتتباع وكانت بتشتغل على اجهزة الدي في دي. فانك تعمل الميزه ديت ساعتها كانت شيء جبار جدا ومتطور، وفعلا خلى الناس تخش تشتري الجهاز دوت لانه فعلا عمل حاجات كتير جدا. والميزه الاهم والافضل انه عمل نقله نوعيه في الجرافيكس ما وصلهاش اي جهاز تاني، وفعلا تفوقت بشكل جبار جدا على جميع الاجهزه اللي في السوق، وقدمت فعلا تطور ملحوظ جدا عن الجهاز السابق. وطبعا هندخل دلوقتي على سلسلة النوستالجيا والألعاب فعلا اللي عشنا معاها طفولتنا وفعلا أثرت فينا بشكل كبير جدا. فالجهاز دوت قدم بعض الألعاب القوية جدا واللي حتى الآن بينزل لها أجزاء جديدة، وكانت هي الأجزاء الأساسية اللي بنت سلاسل ألعاب عظيمة لسه بنلعبها حتى الآن. وطبعا في امثله كتير للالعاب اللي اشتغلت على بلاي ستيشن 2 ولسه بنلعبها حتى الان على الاجيال الاحدث، زي سلسله جاد اوف وور وديفل ماي كراي وميتال جير سوليد، كينجدوم هارت وياكوزا ونيد فور سبيد وتوم برايدر والعاب تانيه كتير وكتير. ونزل له برضه العاب تانيه كتير زي لعبه شادو اوف كلوسس، وكمان لعبه سبايدر مان، ولعبه ذا واريورز وبولي وذا جاد فازر ومان هانت. وفعلا لسه طول وطول، لان الجهاز دوت نزل له اجيال واجيال من الالعاب فعلا مش هنقدر نخلصها. وفعلا الجهاز دوت سيطر بشكل كامل على عالم الالعاب، وكمان حفز المطورين ان هم ينزلوا العابهم على الجهاز العظيم دوت، وده شيء خلاهم يتهافتوا على الجهاز دوت عشان العابهم تنزل عليه. وبالنسبه للجيمر طبعا ان هو كان ساعتها يلعب العاب مثلا زي جي تي اي اللي خلت انك تلعب في عالم مفتوح وليك كامل الحريه انك تعمل كل شيء. ده كان شيء فعلا سابق عصره، لان الناس كانت متعوده على الالعاب البسيطه والهادئه، فانك تنقل الجيمر لنظام زي دوت يخليه مستمتع بكل لحظه في اللعبه، فده كان شيء ممتاز جدا. وكمان لعبه تانية زي لعبه ميتال جير سوليد انك تخلي الجيمر برضه يلعب العاب تخفي بنظام عالي، ده كان شيء مميز ساعتها. والعاب تانية زي كراش اللي قدمت لك سباق ريسنج على اعلى مستوى ساعتها. وبرضه كان في العاب تانية مميزه زي لعبه شادو اوف كلوسس اللي قدمت لك عالم مفتوح ومميز ومليء بالفانتازيا. وبرضه قدمت العاب تانية نفس نظام الفانتازيا زي لعبه فاينل فانتسي. وكمان عندك العاب تانية، فانا بكلمك ان انت في جهاز فعلا قدم كل شيء يقال. وفعلا جهاز بلاي ستيشن 2 ما كانش مجرد جهاز، ده كان عصر كامل عايش عليه كل الجيمرز ساعتها، وبنى حوالين كل لعبه احداث وذكريات ما يقدرش ان هو ينساها. وفعلا الجهاز دوت قدم عصر ما كانش يحلم بيه الجيمرز ساعتها ان هو يغير عالم الالعاب ويقدم لهم فعلا عصر ما كانوش يتخيلوا ان هم يوصلوا له في يوم من الايام.
وفعلا اي جيمر حابب يعيش الذكريات اللي ما عاشهاش زمان هيعيشها عليه، وكل جيمر قديم عايز يرجع بالماضي ويعيش التجربة المميزة هيعيشها على الجهاز دوت. وبهنا تكون رحلتنا الجميلة والممتعة لبلاي ستيشن 2 خلصت. فأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وحابب ان انتوا تقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر لعبة اثرت فيكم في عالم بلاي ستيشن 2، وايه اكتر حاجة انتوا حابين تجربوها عليه. فبس كده يا شباب، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويلا بينا فيديو جديد. سلام.